8 خدع واماكن سرية محدش هيقولك عليها في كلاش سكواد هتخليك تكسب اي جولة وتوصل لجراند ماستر في كل سهولة. اماكن سرية لجماعة الكفر روم او الكفر العادي هتقدر تساعد سكوادك يجيبوا كل الجولات بكل سهولة. اهلا بيكم، معاكم سوسته في فيديو الاماكن والخدع المخفية والاماكن السرية في الكلاش سكواد هتساعدك ان انت تكون كفر لسكوادك. فيديو يا جدعان متعوب عليه جدا جدا، هتستفيد بنسبة 100%. انزل دلوقتي حط لايك واشتراك ويلا بينا على الشر. اول خدعة هتكون في الجولة دي في الكلاش سكواد يا جدعان هتكون كفر بنسبة 100% وهتجيب الجولة بكل سهولة. كل عليك هتيجي عند البيت ده وتحط تلجتين، اول تلجة هنا يا جدعان وكمان تلجة فوقيها، وتطلع فوق التلجتين زي ما انا هعمل كده، وتكون كاشف الاماكن كلها. وزي ما انا شايف كده جبت الاولاني وهقدر اجيب اي لعبة اشوفه اوبن قدامي، وكده خدنا الجولة بكل سهولة. الخدعة التانية وهي في منطقة الميل يا جدعان، كل عليك تركب الزيب لاين الاولاني ده او الزلاجة وتروح الزلاجة التانية وتنتظر كده وتحاول تنط في الجنب ده يا جدعان، وتنتظر في المكان ده. واي حد زي ما انا شايف كده اي حد قدامك اوبن تضرب فيه وتكون كفر، محدش هيتوقع ان انت فوق في المكان ده. زي ما انت شايف كده بساعد سكوادي وهقدر نجيب كل حد موجود زي ما انا شايف قدامك كده. وقعت الاول والتاني بكل سهولة، مكان مميز هتقدر تساعد بيه سكوادك ان هو ياخد الجولة، وناخد الجولة زي ما انتوا شايفين كده. تالت مكان معانا وهو في الكلوك تاور يا جدعان. المنطقة دي هتخليك كاشف المكان كله بكل سهولة. هتيجي في المكان ده يا جدعان ونحاول نطلع فوق المكان ده. كل عليك عشان تطلع هتفتح سكوب، والسكوب هيحاول معاك او يساعد معاك اللي هو يطلعك فوق المكان ده من غير ما تقع تاني. زي ما انتوا شايفين كده بنحاول نطلع فوق، وطلعنا كده يا جدعان وكده كاشفين البيت. واي حد هيكون بره البيت هتقدر تجيبه او جوه البيت زي ما احنا شايف كده. اي حد تنتظر اي حد ينزل من البيت او يكون تحتك اوبن وتضرب فيه، وهننتظر اي حد يطلع لنا يا جدعان ونحاول نجيبه. ونشوف كده اول واحد هيطلع من اي اتجاه، وده اول واحد اهو يا جدعان وقدرنا نجيبه مكان جامد هتقدر جدا. تجيب اي حد قدامك ودوه واحد تاني بحاول يهرب مني، بس المكان ده هتقدر تجيب اي حد نزل تحت او راح في اي مكان انت شايفه وهتقدر تجيبه بكل سهولة. نروح لرابع مكان سري معانا وهو في كلوك تاور، ولكن في الجولة التانية كل عليك هتركب الزلاجة دي وتحاول تنط فوق البيت ده وتشوف لك مكان كويس زي ما انا شايف كده. هتقدر تشوف اي حد، وده اول واحد قدامك يا جدعان الايد مش حاول يظبط، هنحاول نجيبه ويلا لبس هيد. وده كمان واحد يا جدعان لف وجالي من تحت قدرت اجيبه برضه. وده يا جدعان السكواد بتاعي دخل عليهم وقدروا انهم يجيبوه. هننزل فوق الزلاجة دي واحاول اجيبهم يا جدعان، ودخلت عليهم هما الاتنين دي 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 وفي راسه الله عليا مكان جامد. وده خامس مكان معانا يا جدعان في الجولة دي. كل اللي عليك هتطلع في البيت ده يا جدعان وتروح المكان ده وتحط تلجة كده كتامين، وبعدين تطلع على السور وتحاول تنط فوق البيت التاني ده يا جدعان. وزي ما انت شايف كده كاشف الاماكن كلها وتقدر تجيب اي حد يكون قدامك اوبن يا جدعان، وتكون كفر لسكوادك وتكفرهم 100 وتجيب الجولة بكل سهولة. والخدعة في المكان يا جدعان في الجولة بتاعت سانتوزا. كل عليك هتحتاج 3 تلجات، تحط اول تلجة هنا وتاني تلجة هنا وتحط تلجة فوقيها عشان اقول لك ان انت هتطلع فوق البيت ده وتكون كفر. هتركب هنا وتنط على البيت الاولاني وتحاول تنط فوق التلجات دي اللي انت حاططها. وزي ما انا عملت كده طلعت فوق البيت وكاشف اي مكان واي عدو يكون قدامي هقدر اجيبه. وجبت الاولاني هيد لبست معايا كده بالحظ وجبنا الجولة بكل سهولة يا جدعان. هنخش على الخدعة السابعة وهي في الجولة دي يا جدعان. في المكان ده هتحتاج تلجتين وتحط اول تلجة وفوقيها كمان تلجة وتطلع على السور وتطلع على التلجتين وتطلع على الحاوية، وكده انت كاشف الاماكن كلها قدامك واي حد هتشوفه قدامك هتجيبه على طول.
وده واحد يا جدعان حاول يغدرني بس على مين، قومته ووديته على اللوبي، واهم حاجة التفنيشة يا جدعان. يلا مع زملائك وتفضل كده واقف، وادي جبت كمان واحد كان مستخبي، وهقدر نجيب الجولة من المكان ده يا جدعان. نيجي بقى لأهم مكان وأهم خدعة في الخدعة اللي معانا النهاردة، وهي الخدعة التامنة. هتحتاج تلجتين، وهي في الجولة اللي بتكون في المارس. حط التلجة الأولى والتانية، وهتحتاج كمان تلجة تالتة تحطها فوقيهم، وهقول لك ليه. كل عليك هتركب على الصناديق دي وتحاول تنط فوق التلات تلجات، وتيجي في المكان ده وتنط على السور، وانت كده كاشف الأماكن كلها قدامك. تقدر تجيب أي حد هتشوفه قدامك، وهتقدر تجيب السكواد كله زي ما انا عملت كده. في واحد حاول يغدرني بس على مين، هاخد دم واطلع اجيبه واجيب الجولة السكوادي. وبس كده يا جدعان، خدعة قوية. وبس كده يا جدعان، ده كان جزء اولاني في الكلاش سكواد. لو حابين انزل لكم عن اماكن مخفية واماكن سرية محدش هيعرفها او محدش هيقولك عليها، هتخليك كفر محترف، اكتبولي في تحت في التعليقات. وبس كده، ما تنسوش اللايك والاشتراك. سلام.